ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله سامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. ما روقش ليه يا خليل؟ عاجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يعني انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابه؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال، وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي، هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال، وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه. هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان سو. كل انت الحركات دي؟ اهلا اهلا ولا اهلا ولا سهلا، انت خليت فيها اهلانات. قال ايه بس فيه ايه؟ لا ما اذا كنت هتعمل لي قمع، لا 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 لا، ده احنا قماع برضه. قال ايه معي وناس ايه؟ مالك واخداني على مشامي كده؟ هو انا عملت حاجه؟ ايه اللي عملت حاجه؟ ايوه عملت حاجه. رحت وقلت عدولي، وانا يوماتي على الله جايه رايحه على هنا لما لضتني. وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه؟ ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكوا دي؟ تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش المفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ أنا بشتغل مستثمر. اجنبي؟ ده منظر واحد اجنبي؟ اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره، يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغلي. لا شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده، مستثمرين بقى واكلينها ولعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه لا انت واخدها. وانا بقول لك مش واخد حاجه، انا مش واخد حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه ما تقوليش حاجه بقى، مش واخد فلوس، مش واخد فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوانه في سلوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني. تشكر. سعد عاجز النظر، إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخليه. نو عملة صعبة، ايجيبشن ماني. يبقى كده. انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع؟ انت عايز مني ايه؟ ده مفيش زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك؟
ايه؟ لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجله، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين ماشيه معاك طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لا خلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدا الميه لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعاده البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. $9 ايجيبسان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي. 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم يا بلاش. 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحة كتير. بوضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يوقعش. مالك فايق ايه؟ ما لاحظتش حاجه تحت يا حمد. حاجه زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقول لك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقها يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى وان مد ايده، حتى وان حط نضاره سودا على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش. زي ما بقول لك كده، كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده نعم. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرب نفسنا.